السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن افضل 5 عربيات هاتشباك مستعمله في رينج ال 100,000 جنيه. وطبعا في ناس كتير بتبقى محتاره تختار العربيه دي ولا العربيه دي، بس النهارده خليك بنفسك تختار العربيه الانسب ليك. متنساش بقى تدعمنا بالاعجاب وتشترك في القناه، ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا. اول عربيه نتكلم عليها النهارده هي سوزوكي ماروتي، ودي سعرها بيتراوح من 30,000 جنيه لغايه 80,000 جنيه وممكن يزيد عن كده. ويلا ناخد فكره سريعه عن العربيه. الموتور بتاعها 800 سي سي، بيطلع 45 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه، واقصى عزم ليه هو 58 نيوتن على المتر. يعني الموتور ده هادي جدا وبيقدر يتسارع من 0 ل 100 في 22 ثانيه، ولكن الموتور ده عملي بشكل كبير جدا وهيخليك تقدر تنجز مهامك اليوميه جوه البلد بامتياز. كمان الموتور ده قليل جدا في الاعطال بتاعته. عندك الفتيس بتاع الماروتي 4 سرعات مع المارش دير. وبالنسبه لقطع غيار العربيه فهي متوفره زي البسكوت الفيري كده، تمشي في اي شارع تلاقيه عند اي بقال تقابله قدامك. برضو قطع غيار العربية منتشرة بشكل كبير جدا، وبالنسبة للأسعار بتاعتها فهي معقولة، يعني مش هتكلفك كتير. العربية طبعا ما فيهاش أي وسيلة أمان، بجانب كده إن صاج العربية ضعيف شويتين، فلو حصل خبطة شديدة شوية في جسم العربية هتسمع في الركاب وفي العربية. فعشان كده بننصح إن العربية دي ما تطلعش على طريق سريع، ويكون معظم استخدامها جوه البلد. استهلاك البنزين في العربية هيعجبك، لأنها بتستهلك 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وهي مش موفرة قوي لأن نظام الحقن في العربية هو نظام الكربراتير، وده مش دقيق قوي في ضخ البنزين. وهتلاقي موجود معانا في الفيديو ده عربيات تانية بتوفر بشكل اكبر من الماروتي، ولكن برضو استهلاك الماروتي مش وحش. اما عفشه العربيه فهي ناشفه وبتخليك حاسس بالطريق بشكل واضح. وبالنسبه للثبات بتاع العربيه فلو قدرت تجيب بيها 100 يبقى حلو قوي، وهتلاقيها ثابته بشكل لحد ما كويس. ده كده عظمه قوي. بالنسبه لمساحه الصالون فهي اقل من المتوسط، يعني تعتبر صغيره شويه. يعني لو انت شخص مش طويل قوي ومش مليان بشكل كبير هتقدر تتكيف مع العربيه. وعندك الكنبه بتاخد فردين كبار بشكل يعني معقول برضه. بالنسبه للاوبشن الموجود في السوزوكي ماروتي فللاسف العربيه دي ما فيهاش اي حاجه ممكن تسليك وانت سايق العربيه، ولا موجود فيها كاسيت حتى. تاني عربيه نتكلم عليها النهارده هي الهيونداي اي 10، ودي سعرها بيتراوح من 80,000 جنيه لغايه 100,000 جنيه وممكن تعدي السعر ده. ويلا ناخد فكره سريعه عن العربيه. الموتور بتاعها 1100 سي سي، بيطلع 65 حصان عند 5000 ونص لفه في الدقيقه، واقصى عزم ليه هو 101 نيوتن على المتر، وبيقدر يتسارع من 0 ل 100 في 15 ونص ثانيه للنسخه المانيوال، والنسخه الاوتوماتيك في 18 ثانيه. يعني الموتور بيقدم لك اداء متواضع بجانب العمليه والاعتماديه بتاعته. عندك الفتيس بتاع الهيونداي اي 10 اما فتيس مانيوال ب5 سرعات او فتيس اوتوماتيك عادي جدا ب4 سرعات، والفتيس ده بيتميز بان هو قليل في الاعطال بتاعته، وكمان لو عايز تعمل فيه صيانه او في حاجه باظت فيه فبرضه الصيانه بتاعته مش هتكون مكلفه. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. وقطع غيار العربيه منتشره بشكل حلو في مختلف الاماكن وباسعار كويسه. والعربيه ما فيهاش اي وسيله امان غير حزام الامان بس. وبالنسبه لاداء الفرامل بتاعه العربيه فهي بتديك اداء جيد ولكن مش قوي، وفيها تكييف بيقدم لك اداء مرضي وبيأثر على الموتور من حيث التسارع والسحب بتاع العربيه معاك. استهلاك البنزين في العربيه ممتاز، لانها بتستهلك 5.8 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك حلو جدا عشان هيخليك تقلل في الفلوس اللي هتصرفها على البنزين. 1 2 3 4 5 6. اما عفشه العربيه فهي ناشفه برضو، بتخليك حاسس بالطريق بشكل مش قليل، يعني مش هتحس براحه وانت سايق العربيه. وثبات العربيه كويس لغايه 120 كيلو متر، وممكن تسمع حد يقول لك انا جبت بيها 150 وكلام من ده، بس انا بتكلم في الامن ليك، لان لو حصل حاجه على سرعه 140 فانت العربيه ما فيهاش اي وسيله امان ولا ايرباجات ولا اي حاجه. ومساحه الصالون فهي مساحه معقوله جدا، حتى لو انت طويل شويه هتقعد في العربيه وهتلاقيها مريحه بدرجه مش وحشه. والكنبه برضو هتاخد فردين كبار بشكل حلو. والاوبشن في العربيه معقول، فهتلاقي عندك راديو كاسيت مع 4 سماعات وتكييف، وفي الغالب هتلاقي ازاز كهرباء للابواب اللي قدام بس في الفئه العاليه. تالت عربيه نتكلم عليها النهارده هي شيفروليه سبارك، اللي بتراوح سعرها من 65,000 جنيه لغايه 90,000 جنيه. يلا ناخد فكره سريعه عن العربيه. الموتور بتاعها 1000 سي سي، بيطلع 62 حصان عند 5400 لفه في الدقيقه، واقصى عزم هو 91 نيوتن على المتر، وبتتسارع من 0 ل 100 في 15 ثانيه للنسخه المانيوال. يعني الموتور بيقدم لك اداء معقول في التسارع واستجابه العربيه معاك، بجانب انه موتور عملي بشكل جميل. عندك الفتيس بتاع شيفروليه سبارك فتيس مانيوال بس ب5 سرعات، والفتيس ده لو حصل فيه حاجه فالصيانه بتاعته مش هتكون مكلفه. وبالنسبه لقطع غيار العربيه فهي منتشره بشكل كويس وباسعار معقوله.
العربيه طبعا ما فيهاش اي وسيله امان ما عدا حزام الامان بس. وبالنسبه لاداء الفرامل بتاعه العربيه فهتديك اداء معقول ولكن مش احسن حاجه. والعربيه فيها تكييف بيقدم لك اداء مرضي وبرده بيأثر على الموتور في التسارع والاستجابه بتاعته معاك. استهلاك البنزين في العربيه حلو لانها بتستهلك 5 و6 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك حلو لانه هيخليك توفر في فلوس البنزين. اما عفشه العربيه فهي ناشفه وبتخليك حاسس بالمطبات والنقر اللي موجوده في الطريق بشكل واضح جدا، يعني وانت سايق العربيه مش هتبقى مرتاح قوي. وبالنسبه للثبات بتاع العربيه فهتلاقيه كويس معاك لغايه 100 كم في الساعه، وممكن تزود عن كده، بس لو ظهرت قدامك حاجه بشكل مفاجئ مش هتقدر توقف العربيه لان العربيه مش مدعمه باي نظام امان زي الABS او الABD. ومساحه الصالون فهي مقبوله، يعني هتاخد سواق لو حجمه وطوله مش كبير هيقدر يقعد في العربيه بشكل مستريح. والكنبه هتاخد 2 كبار بشكل معقول مع طفل في النص. والاوبشن الموجود في الشيفروليه سبارك عندك راديو كاسيت مع سماعتين وتكييف وازاز كهرباء للابواب اللي قدام بس. رابع عربيه نتكلم عليها النهارده هي الكابي كانتو، بالاخص الموديلات القديمه اللي هي من 2004 تقدر تلاقي منها حالات كويسه ب 100,000 جنيه او اكتر. ودلوقتي يلا ناخد فكره سريعه عن العربيه. الموتور بتاعها 1100 سي سي بيطلع 65 حصان عند 5000 لفه في الدقيقه، واقصى عزم هو 97 نيوتن على المتر، وبتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 15 ثانيه للنسخه المانيوال. وليها موتور تاني 1000 سي سي بيطلع 63 حصان. فالموتور بيقدم لك اداء جيد في التسارع واستجابه العربيه معاك، بجانب انه موتور بيتميز بالاعتماديه. عندك الفتيس بتاع البيكانتو مانيوال ب5 سرعات او فتيس اوتوماتيك عادي جدا ب4 سرعات بيتميز بالعمر الطويل. وقطع غيار العربيه متوفره بشكل كويس وباسعار يمكن اعلى شويه من عربيات تانية موجوده معانا في الفيديو ده، ولكن مش اللي هي يعني بالفرق الكبير قوي. والعربيه منزلش فيها اي وسيله امان ما عدا حزام الامان بس. وبالنسبه للفرامل فهي بتقدم لك اداء جيد. وهنلاقي في العربيه تكييف بيقدم لك اداء كويس جدا في التبريد، ولكن لما بتشغله هتلاقيه بيأثر على الموتور من حيث التسارع والاستجابه بتاعته معاك، وده تلاحظه بشكل كبير لو معاك ركاب في العربيه. والعربيه بتستهلك 5.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك حلو جدا. اما عفشه العربيه فهي ناشفه برضه بتخليك حاسس بالمطبات والنقر الموجوده في الطريق بشكل ملحوظ جدا. بالنسبه لثبات العربيه فتلاقيه كويس جدا معاك لغايه 120 كم في الساعه. وبالنسبه لمساحه الصالون فهي متوسطه، يعني مش ضيقه ولا واسعه، بس هتبقى قاعد في العربيه مرتاح مش متضايق. والكنبه هتاخد فردين كبار بس عشان يبقوا مرتاحين في القعده بتاعتهم. والاوبشن الموجود في الكابي كانتو هو راديو كاسيت مع 4 سماعات وتكييف وازاز كهرباء في الفئه العاليه من العربيه. خامس عربيه نتكلم عليها النهارده هي الاسبرانزا ال113 اللي سعرها بيتراوح من 60,000 جنيه لغايه 100,000 جنيه، وممكن يعدي السعر ده. يلا ناخد فكره سريعه عن العربيه. الموتور بتاع العربيه 1300 سي سي بيطلع 87 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه، واقصى عزم هو 118 نيوتن على المتر. والعربيه بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في حوالي 14 ثانيه للنسخه المانيوال. فالموتور بيقدم لك اداء جيد جدا في التسارع واستجابه العربيه معاك، لانه اعلى موتور في العربيات اللي اتكلمنا عليها من حيث القوه والعزم، بجانب انه موتور عملي. عندك فتيس الاسبرانزا ال113 فتيس مانيوال بس ب5 سرعات. وبالنسبه لقطع غيار العربيه فهي منتشره في السوق بشكل حلو جدا وباسعار في المتناول. الاسبرانزا 113 تعتبر العربيه الوحيده اللي نزل فيها نظام منع الانزلاق ABS، ودي من الحاجات الكويسه في العربيه اللي هتخلي الفرامل تديك اداء افضل طبعا. ونسبة الأمان في العربية مش هتكون اللي هي التوب، ولكن كويس إن العربية نزل فيها نظام منع الانزلاق ABS. رضا ونزل في العربية تكييف بيقدم لك أداء فوق المتواضع بشويتين، ولما بتشغل التكييف بتحس إن عزم الموتور والسحب اتأثر شوية، وبالأخص لو معاك ركاب في العربية. استهلاك البنزين في العربية معقول لأنها بتستهلك 6.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده معدل استهلاك يمكن أعلى شوية من عربيات تانية اتكلمنا عليها من شوية، بس عشان الموتور بتاع الاسبرانزا موتور 1300 سي سي أكبر في الساعة اللترية، فطبيعي إن معدل الاستهلاك بتاع البنزين يزيد شوية. وفي النهاية معدل الاستهلاك في العربية مش هيبقى وحش برضه. لما نيجي نشوف عفشة العربية هنلاقيها برضه عفشة ناشفة بتخليك حاسس بالمطبات والنقر بتاعة الطريق بشكل واضح، ولكن ثبات العربية بيكون كويس جدا معاك لغاية 120 و 130 كم في الساعة، وممكن تزود عن كده لو ماشي في خط مستقيم. أما مساحة الصالون فهي أوسع شوية من البيكانتو، مسافة حلوة مش كبيرة قوي، بس هتلاقي في اتساع أكبر في صالون الA113، عشان كده الاسبرانزا هتكون مناسبة ليك لو أنت بتدور على صالون أوسع. والكنبة هتاخد فردين كبار بس عشان يبقوا مرتاحين في القعدة، أو ممكن ياخدوا واحد كمان ويشيلوا بعض. والعربية بتقدم لك اوبشن حلو جدا زي تكييف وراديو كاسيت مع 4 سماعات وازاز كهرباء ومرايات كهرباء، ولكن خامات الصالون ضعيفة شوية مش أحسن حاجة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.